مساء الخير على عشاق كرة القدم في كل حتة وفي كل مكان، وأخبار على الطائر. أحمد عبد القادر يهين المدير الفني للنادي الأهلي كولر أمام الجميع. انفعل أحمد عبد القادر بشدة على المدير الفني وعلى سيد عبد الحفيظ، وكاد يوصل الأمر إلى الشجار بين اللاعب والمدير الفني. عشان كده مجلس إدارة الأهلي وقع عقوبة كبيرة على أحمد عبد القادر، واللاعب هدد الأهلي بالرحيل إلى الزمالك. محمود عبد المنعم كهربا في حيرة بسبب الغرامة. مجلس إدارة الأهلي ليه أكتر من سنة وسنتين بيوعد اللاعب بدفع الغرامة المالية حتى وصلت إلى 100 مليون جنيه، لكن مجلس إدارة الأهلي في حيرة شديدة بسبب دفع الغرامة لمحمود عبد المنعم كهربا، لأن مش من حق النادي الأهلي إن يدفع الغرامة اللي تتقدر ب100 مليون جنيه، لأن الغرامة موقعة على كهربا وعلى النادي البرتغالي اللي كان بيلعب فيه كهربا. لان في حالة دفع النادي الاهلي غرامة كهربا هيتحط تحت المساءلة القانونية، مخالفة ادارية، لان مش من حقه ان هو اللي يدفع الفلوس. فعشان كده ادارة الاهلي في حيرة شديدة جدا جدا، واللي متوقع في الايام اللي جاية ان كهربا هيتوقف سنة جديدة حتى يدفع الغرامة. لا إما كهربا يغامر ويدفع كل اللي لمه في سنين اللعب، ودي غلطتك يا كهربا، كنت بتلعب في الزمالك، واللي بيعمل غلط لازم يتحمل عقبه، لان انت كنت موقع عقد مع نادي الزمالك رسمي، وخليت بالعقد وسافرت وعملت كوبري عشان ترجع الاهلي، فلازم تستحمل. وانا بقول لك ان ادارة الاهلي لن تستطيع ان تطلع جنيه من خزنة الاهلي ليك.